اكرم توفيق بكره الصبح ان شاء الله الساعه 8 صباحا معاك الدكتور احمد ابو عبله هيجري جراحه الرباط الصليبي للمره الثانيه، والاصابه بكرر انها في الركبه الثانيه مش في الركبه اللي حصل فيها الاصابه. ترجع بسرعه اكرم وزي الفل بامر الله. النهارده مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الاهلي تعرض لاصابه واجرى اكثر من اشعه، وعرض ليلا على الدكتور احمد عبد العزيز، والتقرير الطبي سافر الى الدكتور احمد ابو عبله لعرضه على الطبيب النمساوي اللي هيجري الجراحه لاكرم توفيق، ويتم يعني التشخيص النهائي لاصابته. هي بعيده عن الرباط الصليبي تماما، ليست لها علاقه بالرباط الصليبي على الاطلاق يعني، لكن سيتم التشخيص والاتفاق على خطوات العلاج او الخطوات المقبله ايا كان نوع خطوات العلاج او شكل العلاج من خلال اللي هيرد بيه دكتور احمد ابو عبله بعد عرض التقرير الطبي والاشعاعات على الطبيب النمساوي. اكرم توفيق خد عينك، ده ما خدش عين، ده خد عين وغين وخد الحروف كلها. قصدك يا كابتن ولا لا ده حبيبي يا ابو علي. ده انا اديته بوكس. ده هو ده حبيبي يا ابو علي. لا ما الكابتن لا ده حبيبي يا ابو علي حبيبي. لا بس كان ساعتها بقى جمهور قالوا لا في الملعب ما فيش بقى اصحاب. طبعا. حسن شحاته واحنا بنسخن فرحت خبطه في كتفه، راح باصص لي كده بقول له يا حسن ما تسلمش عليا ليه؟ قال لي كذا كذا. والله ما شايفك يا مصطفى، انت في ماتش كذا كذا ده هشوفك. حسن شحاته برنس هذا النجم الكبير من طبعا. اعظم اللعيبه اللي لعبت كوره. طبعا. هي دي شخصيه. كنت ماسك الشمس، العيال بدل ما تسخن بيتفرجوا على لعيبه الاهلي وانا في منتهى السعاده. انا نزلت الماتش ده يا دي انت هو بتعملوا ايه يا كابتن لعيبه النادي الاهلي؟ احنا حسيناه واحنا بنلعب. حسيناه واحنا بنلعب. اللي هي هيبه النادي الاهلي. فرقه بص اقول لك على حاجه. النادي الاهلي شال وزراء وشال اتحادات كوره وشال اي حد ضد النادي الاهلي كان بيروح. مش كده ولا ما كانش كده؟ دلوقتي انا مش عارف 2022 مشيت والناس دي لسه قاعدين بيعملوا ايه، مش فاهم انا.